هعمل معاكم عيش الحبة الكاملة بالمقادير اللي انتوا طلبتوها مني، اللي هي 4 مكيال دقيق قمح و2 مكيال ردة، وهنشوف النتيجة مع بعض. طبعا احنا عملنا قبل كده مع بعض عيش الحبة الكاملة وبسم الله ما شاء الله قلنا كل التفاصيل عشان يطلع ناجح وعجبكم جدا. فالنهاردة انا هعمل الوصفة دي بناء على طلبكم، وهنشوف نتيجة العيش هتطلع معانا ازاي، وهقول لكم مميزات وعيوب الطريقة دي ايه. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 4 كوبايات من دقيق القمح الكامل وكوبايتين من الردة. اهم حاجة الردة تكون ناعمة، وده نوع الدقيق اللي انا استخدمته. هننزل بالدقيق بتاعنا وبالردة. ملحوظة مهمة، لازم توحدي الكوباية بتاعتك، يعني الكوباية اللي هتستخدميها يبقى هتعايري بيها كل مقادير، نفس الكوباية اللي هتعايري بيها الدقيق والردة تعايري بيها المية. هحط عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر. معلقة السكر مهمة لتنشيط الخميرة، وهحط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. بعد كده بنفس الكوباية هحط كوبايتين من المية، معايا كمان نص كوباية دي سايباها احتياطي، هنزل بيها شوية بشوية علشان كل دقيق بيختلف عن التاني. يبقى في الأول هتنزلي بكوبايتين من المية، وبعد كده هتنزلي بنص كوباية شوية بشوية. هوريكي ايه القوام المطلوب اللي احنا عايزينه. العجينة بتاعت النهاردة سهلة جدا، هعجنها بالمعلقة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هدمج كل المكونات بتاعتي كويس جدا بالمعلقة، وبعد ما اتاكد اني قلبت كل حاجه مع بعض كويس جدا هشيل المعلقه واغطي العجينه بتاعتي وهسيبها 5 دقايق بس. بصوا عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله الخطوه دي تحفه، انك انت تسيبي العجينه تريح 5 دقايق وترجعي لها تاني، هتلاقيها بسم الله ما شاء الله مش محتاجه عجن. بجيب بقى معلقه من الزيت وابدا الم بيها العجينه بتاعتي لمده دقيقه او دقيقتين بالكتير قوي، يعني مش هعجن فيها كتير. معلقه الزيت دي لما بنلم بيها العجينه بتخلي العجينه ناعمه وحلوه، وكمان بتطلع العيش طري. الطريقه اللي احنا عملناها دي هتطلع معاكي العجينه ملساء ومظبوطه من غير ما تقعدي تعجني فيها كتير. زي ما قلت لك احنا دقيقتين بالظبط وكانت العجينه جاهزه معانا. بصوا بقى ركزوا يا حبيباتي في قوام العجينه. العجينه لازم تكون فيها تلزيقه شويه، ركزوا قوي في قوام العجينه علشان لو عايزه العيش يطلع معاكي طري فلازم قوام العجينه تكون طريه وبتلزق بالشكل ده. انا استخدمت كمان رشة زيت غلفت بيها العجينة بتاعتي من فوق ومن تحت، وبعد كده هقفل عليها بكيس او بستريتش وكمان بفوطة، وهسيبها تخمر في مكان دافي. طبعا احنا في الحر مش هتاخد اي وقت، ممكن من 20 دقيقة ل 40 دقيقة وتكون خمرانة معاكي علشان الجو حر. وضروري جدا تغطي العجينة بتاعتك بكيس علشان وشها ما ينشفش، وكمان الكيس بيساعد على التخمير. بعد كده لما خلاص العجينة بسم الله ما شاء الله خمرت، لازم نفش الخمر بتاعها، وبعد كده نبدأ نقطعها لكور صغيرة. هتقطعي الكورة على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه. ضروري جدا نحط الكور بتاعتنا على صينية مرشوش عليها ردة. العجينة بتاعتنا فيها تلزيقة شوية، فوانا بقطعها بدهن ايدي زيت خفيف علشان ما تلزقش في ايدي. تمام. بعد بقى ما اقطع كل الكور بتاعتي انا مش بسيبها ترتاح او تخمر تاني بعد التكوير، انا بشتغل على طول، بس اهم حاجة تشتغلي من اول كورة انت عملتيها. هاخد اول كورة انا كورتها وهبدأ افردها على ردة. برضو الردة ناعمة، عايزة اوريكي شكلها. ده شكل الردة بتاعتي، ناعمة جدا علشان لو الردة خشنة هتبقى عاملة زي السكاكين وهتقطع معاكي العيش ومش هتخليه ينفخ. عايزه اتكلم معاكم في مميزات وعيوب العيش ده. طبعا مميزاته ان احنا لما ضفنا رده زياده على دقيق القمح الكامل اللي هو اصلا فيه رده، فاحنا كده رفعنا نسبه الالياف قوي، فدي حاجه كويسه للمعده، بتريح المعده وبتحسسنا بالشبع. بالنسبه بقى لعيوبه، فالرده زياده عن اللزوم يا جماعه بتقلل امتصاص المعادن زي الحديد والكالسيوم والزنك ومعادن تانية كتير، فطبعا دي مش حاجه كويسه ان احنا نزود رده كتير في العيش. انا عملت الطريقه بناء على طلباتكم. انا لو هعمل العيش لنفسي فانا هكتفي بالنخاله او الرده اللي موجوده في دقيق الحبه الكامله، وهكتفي كمان بالرده اللي انا هفرد عليها الرغيف نفسه. في ملحوظه مهمه جدا، وانتي بتفردي الرغيف لازم تكون ايدك خفيفه جدا. العيش بتاعنا ما فيهوش عرق بسبب الرده اللي فيه، فممكن الرغيف يتقطع ويتفرفت منك لو انتي مش بتتعاملي معاه بالراحه. ضروري جدا تحطي رده كتير من فوق ومن تحت، وتكون ايدك خفيفه عليه زي ما قلنا، وتتعاملي معاه بالراحه جدا وانتي بتشيليه وانتي بتحطيه. تمام. ان شاء الله كل الخطوات اللي هقولك عليها النهارده هتطلعي رغيف ناجح جدا جدا. واهم تريكه علشان العيش كله ينفخ معاكي ان انتي تخمري العيش بتاعك بعد ما تفرديه. يبقى التخمير مر معانا بمرحلتين، اول مرحله لما عجننا العجينه، تاني مرحله بعد ما نفرد الرغيف نفسه لازم نسيبه يخمر لمده من 15 ل 20 دقيقه على حسب الجو. وتعالي بقى كمان اقولك على اسرار التسويه علشان يطلع معاكي حلو قوي. اهم حاجه ما تبخلوش عليا باللايك، حطي بقى لايك الجميل من ايديكي طبعا فضلا وليس امرا، وتعالوا نشوف مع بعض العيش ازاي ينفخ معاكي بشويه تركات بسيطه. اول حاجه العيش بيكون عايز صدمه حراريه عاليه ومفاجاه علشان يوزع البخار اللي في العيش مره واحده وينفخه،
فانت مطلوب منك ما تحطيش الرغيف بتاعك على الطاسه غير وهي سخنه جدا علشان ياخد صدمه وينتفخ معاكي. تاني تركه وهي التقليب المستمر، بيوزع الحراره كويس جدا في الرغيف وبيخليه ينفخ ويكونوا الطبقتين زي بعض ويستوي معاكي بشكل احترافي. فتقلبي الرغيف كل شويه حتى وهو لسه طري وما تشمعش، حطي ايدك فوقيه بالراحه وابداي اقلبيه تقريبا كل 10 ثواني بالشكل ده. بنشتغل على نار عاليه، واول ما الرغيف ينفخ معانا نهدي النار وبنمسح الطاسه بتاعتنا بقماشه قطن مبلوله عشان العيش ده فيه رده كتير، فطبعا الرده في الطاسه بتتحروق وبتدخن وتخلي الرغيف اللي بعده يتحرق. فبعد كل رغيف او كل رغيفين نبدا نمسح الطاسه بتاعتنا بقماشه مبلوله ميه وتكون قطن. عايزه اقولك ان شاء الله لو عملتي كل الخطوات اللي قلنا عليها العيش هيقب معاكي وكل حاجه وهيطلع جميل. بس في ملحوظه ان العيش ده مختلف شويه عن العيش اللي احنا عملناه قبل كده مع بعض اللي هو بدقيق القمح الكامل بس بدون اضافه الرده. ده سهل جدا ينفخ معاكي بكل التركات دي، لكن دون بيكون تقيل شويه، الرده بتخليه تقيل بينفخ معاكي بس بينفخ بصعوبه. ليه بينفخ بصعوبه؟ علشان الرده الكتير اللي فيه بتقطع العيش. الرده دي يا جماعه بتكون عامله زي السكاكين كده، بتقطع في الرغيف وتخليه يتفتح. يعني تلاقي الرغيف وهو بينفخ معاكي تلاقي حته كده اتقطعت لوحدها من غير سبب، مع ان انت بتتعاملي معاه بمنتهى الحرص وتلاقيها اتقطعت من غير سبب. وطبعا البخار يبدا يتسرب من المكان اللي اتقطع منه وتلاقيه صعب معاكي في النفخ بسبب القطعات اللي بتحصل دي لوحدها. ده بسبب الرده يا بنات. فالحل انك لما تلاقي قطعه اضغطي عليها بالسباتولا علشان تكتمي القطعه دي فينفخ معاكي وان شاء الله هيطلع زي العسل. اللي عايز يجرب الطريقه دي هي جميله، العيش طعمه حلو ما شاء الله، طلع طري جدا فعلا. لما بتاكليه بتحسي بالشبع، مشبع جدا. بس زي ما قلت لك وانتي بتسويه معرض ان يحصل قطعات في الرغيف وهو بينفخ. انا قلت لكم كل التفاصيل بصراحه وبامانه ربنا، فاللي عايز يجرب الطريقه يجربها هيطلع معاكم ان شاء الله حلو احلى مني كمان. ربنا يحسن ما بين ايديكم. وعملنا وصفات كتير بدقيق القمح الكامل هسيبها لكم في صندوق الوصف. ما تنسوش بقى اللايك الجميل من ايديكم وشير لاصحابكم علشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.